هاي حبوبات، ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بالف خير. وحشتوني كتير كتير كتير. اخباركم ايه؟ زي ما شفتوا كده من عنوان الفيديو، النهارده جايبه لكم اكتر حاجات اقتصاديه واسعارها حلوه جدا جدا وهتقعد معاكم فتره طويله. وبس كده، قبل ما اروح على الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وكمان سبسكرايب او اشتراك في القناه لو انتوا اول مره بتشوفوني، وكومنت صغنون. وبس كده، يلا بينا على الفيديو. عاملين ايه يا حبوبات؟ يا رب تكونوا بخير. اخبار الشتاء ايه معاكم والسقعه والصقيع؟ جايبه لكم حاجات كتيره قوي قوي. ثانيه واحده اجيبها. اكتر حاجات انا بحبها جدا واقتصاديه بتقعد معايا فتره طويله واسعارها كمان حلوه ومناسبه، مش هتضايقكم في الدفع قوي يعني ان شاء الله. اول حاجه نبتدي بيها من الحاجات الاقتصاديه وسعرها حلو وحجمها كبير هيقعد معاكي فتره طويله، وهي حاجه اقتصاديه وهتعيش معاكم عمر طويل. حجمها كبير وسعرها ان شاء الله هيكون مناسب ليكم كلكم. هو الشامبو بتاع بندولين. انا جربت الحجم الوسط وكان ليا انا وبنتي، بس حسيت ان هو مش بيقعد معانا حبه كتير يعني، لان احنا برضو بنستخدم الشامبو كتير. فجبت الحجم الكبير ده، حجمه كبير. الحجم بتاعه اقول لكم كام بالظبط، 450 ملي. فحجمه كبير جدا، انت مش بتاخدي منه اكتر من بمبايه واحده. بتلاقي شعرك بقى فله. المكونات بتاعته حلوه قوي، جوجوبا وارجان وبنسينول. وخالي من المواد الضاره كلها، البارابين والسيليكون والحاجات اللي احنا مش بنحبها في اي شامبو، عشان يحافظ على شعرنا من التساقط وما يضرش علينا خالص خالص. تاني حاجة معانا، وهي برضو حاجة اقتصادية جدا وهتقعد معانا فترة طويلة، ومش شرط نجيب منها الحجم الكبير علشان هي اصلا الحجم ده بيقعد معاكي فترة طويلة، فمش مضطرة انت تجيبي الحجم الكبير بتاعها. بصوا، هو الحجم بتاعها قد كف ايدي، اكبر بسنة بسيطة كده. تمام. مش فاكرة الصراحة اسعار، بس هي سعرها مش غالي، مش معدي 100 جنيه خالص. ريحتها حلوة قوي قوي قوي. هي بودر للجسم اللي هي شانتر، يا رب اكون بنطقها صح. الريحه اللي هي اللون الموف الفاتح ده، ريحتها كيوت جدا جدا، وبجد من الحاجات اللي هتقعد معاكي فتره طويله قوي. برضو من الحاجات الاقتصاديه واللي هتقعد معاكي فتره طويله واللي مش بنستغنى عنها في اي بيت، وهي الفازلين. علبه الفازلين، هاتي العلبه الكبيره، ما تجيبيش العلب اللي هي الصغننه، لان مش بتقعد اصلا، وبالذات في الشتاء هتستعملوها كتير قوي قوي قوي. واستعملتها كتير زي ما بقول لكم. ده الحجم الكبير. اسفه لو انا مش فاكره اسعار، بس هي كان سعرها برضو مش معدي ال 100 جنيه. فدي من الحاجات الاقتصاديه واللي بتقعد معاكي فتره طويله، وبجد حلوه جدا. الحاجه اللي بعدها على طول وهو كريم البندولين. انا يعني شايفه لو استخدام شخصي مش استخدام اكتر من حد، بجد هيقعد معاكي فتره طويله جدا، وسعره مش معدي ال 100 جنيه. حلو جدا كريم بندولين، طبعا مفيش غنى عنه خالص. مكوناته كلها حلوه جدا لترطيب الشعر وتقصف الشعر، وخالي من المواد الضاره كمان. ايه الحاجه الاقتصاديه اللي بعدها على طول الامر اللي انا مش بستغنى عنها خالص خالص، وهي زيت جونسون. بجد يعني بيقعد معاكي فتره طويله جدا، بالذات لما بتجيبي العلبه الكبيره بتاعتها. انا جربت ان انا اجيب اللي هم الصغننين، مش بيقعدوا معايا خالص وبيتشربوا كده هوا، فلا نجيب الكبيره وتقعد معانا حبه كتير. وانا شايفه ان انت تستثمري فلوسك في حاجه مفيده وحجمها كبير هتقعد معاكي فتره طويله، احسن ما تجيبي حاجات صغننه وكل شهر تقعدي تجيبي واحده، كل شهر تقعدي تجيبي واحده. لا، دي هتقعد معاكي حبه كتير. القمر اللي بعده على طول وهو كريم لوشن ده من ايفون. بصوا حجمه قد ايه، كبير قوي قوي قوي، 750 ملي. كان سعره مش معدي ال 100 جنيه على ما اتذكر. دلوقتي ممكن حاجات هتلاقوا اسعارها نطت، فانا الحاجات دي عندي بقالها شويه يعني. تمام. ده بزيت جوز الهند، وترطيبه حلو جدا جدا، وكفايه حجمه يا جماعه يعني. بصوا حجمه كبير كبير يعني، بصوا معدي دراعي. فده جميل جدا جدا. وانا شايفه برضو ان انت تستثمري فلوسك في حاجه زي كده، سعرها اصلا مش غالي وحجمها كبير، هتعيش معاكي العمر كله. اللي بعده من الحاجات الرخيصه جدا جدا جدا، بس بجد نتيجتها تحفه وانا بعشقه بعشقه بجد، وهو الباي بوينت. تمام. حمام كريم اللي هو اللون البينك، مش اللون الجراي. هو اللي معروف اكتر ومنتشر اكتر اللي هو اللون الجراي، بس اللون البينك ده تحفه وبيعمل ترطيب للشعرايه فظيعه. انت بتلاقي شعرك بعد حمام الكريم حرير حرفيا. هو غني بفيتامين اي، فهو تقريبا اللي عامل فيه الاعمال الحلوه دي. وكان ب5 جنيه وما غلي بقى ب6 جنيه.
فمش حاجه خالص طبعا بالنسبه للاسعار اللي احنا بقينا بنشوفها دي اليومين دول والغلا اللي احنا بقينا فيه. فده حلو جدا جدا، انصحكم بيه. اللي بعده على طول هو الزيت ده من تري شوب اللي هو بجوز الهند. خطير يا جماعه بجد لترطيب الشعر، وكمان في ناس بتستخدمه لجسمها كترطيب علشان يعني ترطيبه مضاعف غير اي مثلا لوشن عندك او حاجه كده. فهو خطير جدا جدا، وسعره برضو على ما اتذكر ما كانش معدي ال100 جنيه. بس حلو جدا على فكره، الازازه بتقعد معاكي كتير. يعني هي نقطه من زيت جوز الهند بتعملي بيها شعرك او نقطتين على حسب كثافه شعرك. لو بتعملي لجسمك برضو انت مش بتحتاجي منه كتير لان هو ترطيبه عالي، فانت مش محتاجه ان انت تكثفي الكميه. فده حجمه 200 مللي. برضو انا شايفه ان ده من الحاجات الاقتصاديه جدا جدا اللي بتقعد معاكي فتره طويله وسعرها حلو الصراحه. اللي بعده على طول وهو الايفا بتاع مزيل الميك اب. بجد يا جماعه المزيل الميك اب ده قمر بجد. يعني انا جربت قبل كده حاجات وكانت يعني عجباني ساعتها، بس اما جربت طبعا ده حسيت بفرق شاسع. هو خطير وبيقعد فتره طويله على فكره. يعني بصوا هو مليان لحد نص وهو قاعد معايا بقاله شهور. فحلو جدا جدا، وسعره برضو ما كانش معدي ال100 جنيه. ف مية مية. واخر حاجه معانا وهو الايفا بتاع مزيل المانيكير. خطير جدا برضو جميل، وانا شايفه ان سعره اقتصادي وموفر جدا معانا وبيقعد برضو فتره طويله. انا كنت بجيب اللي هو بتاع يولو المزيل ميك اب، وكنت ارفقه بيه ولحد دلوقتي بعشقه وبعشق ريحته اصلا. بس ايفا اقتصادي وسعره حلو عن مزيل المانيكير بتاع يولو. معلش مش مجمعه شويه عندي برد. ومكتوب عليه بدون رائحه. تمام. يولو بقى كان بروايح كتيره. بس ده حجمه قد ايه بقى؟ حجمه 100 مللي كده يا حبوبات. ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم وشفتوا اكتر حاجات اقتصاديه عندي، وان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو وتشيروه لاصحابكم عشان هم كمان يستفادوا. وبس كده. بس قبل ما نخرج من الفيديو ما ننساش نعمل لايك وكمان سبسكرايب لو انت مش مشتركه عندي، وكومنت صغنون تشجيعي كده منكم حلو. وبس كده اشوفكم على الف خير الفيديو اللي جاي. باي باي.